إذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، نرحب بكم مرة أخرى في انطلاقة جديدة وتحدي جديد، وما زال تحدي اللقاء الأفكار. إذا على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة الشوط الرابع لفئة اللقاء أفكار. هنا لا يسعني في هذه اللحظات سوى نشكر جميع الداعمين لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود رئيس اللجنة العليا المنظمة للمملكة العربية السعودية. أيها الحفل الكريم ومشاهدينا الكرام، ما زالت تتواصل أشواطنا وتحدياتنا هنا الصباحية. نذكر لجميع المشاركين بأنه سوف يكون انطلاقة الجذاع في مساء هذا اليوم في الساعة 2 مساء. إذا مشاهدينا الكرام، المسافة التي قررت لانطلاقة هذا الشوط 4 كيلومترات. نغرد دائما مع انطلاقة هذه الشعارات الجميلة والشعارات العملاقة التي بدأت هنا بالانطلاق والتحدي عبر هذه الانطلاقة للميدان أو الشوط الخامس للكار عفوا. نعم، انطلاقة شوطنا الخامس هنا، ونتجدد معكم وننطلق دائما مع المركز الأول لكي يرى هذا الشعار العملاق، هذا الشعار الذي انتزع الأشواط الأولى الرئيسية إما لفئة الكار أو لفئة القعدان. انطلق مع المركز الأول لكي يرى مغامرة لسعيد بن علي بن رايه المري. ينطلق هذا الشعار منذ انطلاقة هذا الكرنفال بكل خطى ثابتة وخطى جميلة تسعى إلى الناموس. إذا مشاهدينا الكرام، النقلة مع المركز الثاني مباشرة أرى شعار بالراية كذلك لكن باسم الشاهينية عامر بن راشد بن رايه المري. مشاهدينا الكرام، النقلة إلى المركز الثالث. ننطلق هنا مع ثالث المراكز لكي يرى انطلاقة مشعل بن بخيت العتيبي مع المركز الثالث مع انطلاقة مذهلة على المركز الثالث. النقلة مباشرة إلى رابع المراكز. أرى شعار أبو دح على ما يبدو لي على المركز الرابع أو الشاهينية لعلي بن محمد الفاضل على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا الكرام، انطلق مع انطلاقة وصفة لعبد العزيز بن حمد بن حلفان. إذا هذا النداء الأول، غردنا معكم النداء الأول للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم، للخمس العمالقة. أعود مع المقدمة، أعود مع المركز الأول، أعود مع مقدمة هذا التحدي الكبير والمثير. مغامرة تنطلق مع سعيد بن علي بن رايه المري. أسعد الله صباحك يا سعيد. نعم، ينطلق مع انطلاقة مغامرة، لكن راقب من يراقب، راقب الشاهينية عامر بن راشد بن رايه على المركز الثاني. وصلوا هل الناموس، وصلوا اللي يبون الناموس. راقب المركز الثالث من الجانب الأيمن. ينطلق هنا، تنطلق وصفة عفوا عبد العزيز بن حمد بن حلفان. وصل شعار سليس، وصل شعار مشعل بن بخيت العتيبي مع انطلاقة مذهلة. المركز الرابع وصل شعار الفاضل علي بن محمد الفاضل مع الشاهينية. هذا النداء الثاني للخمس النجوم والخمس العمالقة. خلاص بعود بعدما اختلط الحابل بالنابل. ما زال بالراية متربع على عرش الصدارة، على عرش المقدمة، يريد أن يسجل أكثر من نقطة. نعم، هنا ينطلق سعيد بن علي بن رايه المري مع مغامرة على المركز الأول. وصلت وصفة تنطلق هنا مع المركز الثاني. عبد العزيز بن حمد بن حلفان على المركز الثاني. وصل شعار سليس، نعم، مشعل بن بخيت العتيبي مع مذهلة. الشوط هذا مذهل، لكن اعلان هام. الكيل
الأخير، الكيل الخطير، الكيل الخطير، الكيل المثير. راقب بالراية، راقب بالراية، راقب علي بن محمد الفاضل، راقب عبد العزيز بن حلفان، راقب وصفة، راقب 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 المغامرة، راقب انطلاقة مذهلة. وكذلك الشاهينية وصل اسم جديد، وصلت الواصلة. نعم، على ما يبدو لي بأنها سلالة الواصل جمال بن مشرف الشمري. الله 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 الله، أعود مع المركز الأول. تغيرت الأمور، تغيرت الأمور. سلب المركز الأول بالفاضل علي بن محمد الفاضل، لكن وصفة من الجانب الأيمن، وصفة وصفة الشاهينية، وصفة وصلت الواصلة على المركز الثالث. الله الله الله، وصفة الشاهينية الواصلة 300 متر. الله، هذه المنافسة الجميلة، هذه الثلاثية، ثلاثية المنافسة، ثلاثية الناموس، ثلاثية الناموس. وين بيروح الناموس مع الفاضل؟ وصفة الشاهينية، الشاهينية، وصفة الواصلة، 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 وصفة الشاهينية. الله 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 الله، وصفة والشاهينية والواصلة، الواصلة، وصفة وصفة وصفة، الواصلة، الواصلة، وصفة 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 وصفة. تهانينا والناموس لصاحب وصفة عبد العزيز بن حمد بن حلفان المري على انتزاع وصفة عند خط النهاية. نعم، كانت الكلمة